فندم يعني القضيه دلوقتي هيحصل فيها ايه؟ خلاص يا شمس، امجد اعترف بكل حاجه، والعداله الالهيه خدت لك حقك وهيتحولوا لمحكمه الجنايات. احسن حاجه حق اختي واخويا اللي قتلوهم. بس في حاجه غريبه امجد قالها لي. هي ايه؟ بيقول لي اني حصل لي هلاوس وبيشوف نور وحاجات كده، يعني من الاول كنت بفتكره بيستعبط، بس حتى بعد ما اعترف بيقول لي انا اعترفت عشان اريح ضميري. ده اكيد عذاب الضمير يا بيه. انا حاسس ان انت مخبيه عليا حاجه يا شمس. لا انا مش مخبيه عليك حاجه، انا عملت نفسي خدامه عشان اعرف الدنيا فيها ايه، لحد ما هو فجاه عذاب الضمير وبعد كده جه اعترف لك. المهم حق اختي واخويا اللي ماتوا. خلاص رجع يا شمس ويرتاحوا في تربتهم دلوقتي، وانا هبعت اجيبه دلوقتي قدامك. يا حرس دخلوا لي امجد. نور. دي مش نور يا امجد، دي شمس اخت نور. شمس اخت نور. اخت نور. لا نور. لا يا امجد، بعد اعترافك وقلت الحقيقه كلها، حبيت اعرفك بشمس اللي هي جايه لك خدامه عندكم. على فكره هي كانت عايزه تقتلك عشان تقتص منك بالنسبه لاخوها وبالنسبه لاختها، بس احنا اقنعناها ان العدل هياخد مجراه. ما هي قتلتني بعذاب الضمير اللي انا شفته، بالهلاوس، تخيلات، لغايه ما اعترفت بالجريمه بتاعتي. فهي قتلتني، وانا اللي قتلت نفسي وقتلت ابني وقتلت مراتي اللي انا كنت متجوزها عرفي، عشان الورث، عشان العماير، عشان ابويا يستريح. تعرف يا امجد ان في قاعده فقهيه عندنا بيقول لك من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. انت على فكره هو هتفتكر ان انت ضحيه او هتمثل دور الضحيه. لا انا مجرم يا سعاده الباشا، انا مجرم يا بيه. انا قتلت واحده بحبها، وقتلت ابني اللي في بطنها، وقتلت اخوها. انا استحق الاعدام. كل ده بدافع المال؟ الاعدام. كل ده بدافع الثروه؟ انا هاخد حاجه معايا لما اموت، ابويا هياخد حاجه لما يموت. ما عرفتش الكلام ده من الاول ليه؟ يا ريت كنت عرفته يا بيه، يا ريت كنت عرفته، يا ريت كنت عرفته. وانت يا شمس كده ارتحتي؟ القاتل اللي قتل اختك وقتل ابنه او بنته وقتل اخوكي هيتحول لمحكمه الجنايات. قلت لك قبل كده ان الحق هو اللي لازم ينتصر. يا حرس خدوا امجد رجعوا الزنزانه بتاعته.